السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم السادس في دورة كتاكيت عيد الاضحى المبارك. هنسمي الله كده يا حبايبي. انا اول حاجة عملتها عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو اني انا غيرت لهم النشارة النهارده. هي ما كانتش مبلولة بس غيرتها لان الجو صيف، يعني الجو بدأ يحرر، فبدأ يعني النشارة ما ينفعش ان احنا نسيبها كتير في الحر علشان بتعمل ريحة. على قد ما هي ما بتتبلش بسرعة على قد ما هي بتعمل ريحة، وده ممكن يأذي الطائر معاكي، يعني ايا يكون بقى انت بتربي ايه. فهنسمي الله كده وهنبتدي النهارده ان شاء الله. ده لتر الميه اهو، وده كيس المضاد الحيوي التاني. احنا خلصنا طبعا الاولاني امبارح. نسمي الله كده ونفتحه. الكيس ده بيتقسم على 2 لتر يا حبايبي، يعني بيتقسم على يومين. ابتدي كده احط نصه بس هنا في الميه، وده نصه كده اهو. هخليه لبكره ان شاء الله. هيبقى كده معانا اخر يوم في المضاد الحيوي بكره باذن الله. طبعا الفتره دي يا جماعه ما ينفعش تجويع خالص، يعني ما ينفعش نجوع الكتكوت علشان يسحب علف. الفتره دي احنا بنبني الكتكوت لسه، وما ينفعش ان احنا نشيل من قدامه الاكل خالص ولا الميه. طبيعي برضو حتى لو بنجوع ما ينفعش نشيل الميه. وهنا دلوقتي ده العلف بتاعنا اهو. هبتدي احط عليه الكركم، نص معلقه صغيره كركم ونص معلقه صغيره حلبه مطحونه. هم الحمد لله اللهم بارك، يعني الحمام بتاعهم بدأ يتظبط، فده حاجه كويسه ان احنا يعني ايه لحقناهم في الاول، وفي نفس الوقت ما اديناهمش ادويه. طبعا احنا عارفين ان المضاد الحيوي والحاجات اللي احنا حطيناها في الاول دي تحصينات مش ادويه. نص كده، نص معلقه حلبه مطحونه ونص معلقه كركم، ولو في كمان حبه البركه ممكن تضيفي حبه البركه، حلوه قوي وبترفع مناعه الطائر. هبتدي اقلب كده. هحطها للكتاكيت بتاعتي. احنا لحد دلوقتي لسه ما كترناش كميه العلف علشان يسحبوها كلها. هو انا باجي على اخر النهار بحط لهم شويه صغيرين، يعني حوالي نص دول تاني على اخر النهار، فباجي على الصبح كده بيكونوا اللهم بارك خلصوه. حطينا كده الاكل بتاعهم اهو. ده كان الفيديو بتاعنا حبايبي. يا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.